يا مساء الفل عليكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ اول حاجة عايزين نتكلم فيها النهاردة عملية ندى بنت حمدي وفاء. طبعا هي بقالها كام يوم عاملة عملية، بيقولوا عملت 3 عمليات في عملية واحدة. عملت باين لحمية ومش عارفة عملت ايه في زورها، باين لوز ومش عارف عملت ايه، يعني ايه دخلت كده يا عيني نفس العملية بتاعت مامتها. فربنا يشفيها يا رب. طبعا هي صغنونة على كده، بس يعني 3 عمليات في وقت واحد واحنا على دخول مدرسة. يمكن هم كانوا عايزين يخلصوا الحوار ده في الصيف، بحيث في الشتاء الموضوع ده بيبقى صعب. البنت يعني كانت حتى مش قادرة تاخد الايس كريم، ولا قادرة تاكل ولا تبلع ولا اي حاجة. فربنا يشفيها يا رب ويخليها لأمها ولأبوها ويحفظها يا رب العالمين. تاني حاجة، حوارات امبارح. المفروض ان حسن، المفروض انه بيقولوا انه اشترى عربية جديدة، وقالوا ان احنا هنعمل تحدي كل واحد ايده على العربية طول اليوم، واللي هيشيل ايده من على العربية او هيتعب هيمشي، وملوش اي 30 لازمة. المهم ان نهال كانت مرات حسن كان شكلها فيه حاجة. حتى حسن لما خد حتة المانجا او ايده جت فيها حبة مانجا وكلها من ايده، راحت بصت له بقرف قوي. كانت واقفة مش طبيعة نهال. احنا واخدين على طبيعة نهال انها بتضحك بتهزر، بتعمل يعني جو حلو في الفيديو. الفيديو ده قاعدة كده بتبص من يمين وشمال، ملهاش دعوة بحد، ما بتتدخلش مع حد. فطبعا قنوات النقد مش هتسقط وهتطلع دلوقتي يقولوا لك ايه، بس يبقى هي وآلاء مرات محمد في مشكلة بينهم ومن بعض، بغض النظر ان آلاء مش باين عليها اي حاجة. ويمكن ده اللي بيعجبني في آلاء، ان هي طبيعية قوي، مش بتاعت ان هي مثلا تزعل او تتضايق فتطلع تعمل فيديو هي شكلها وحش او مكشرة او بتبص من تحت لتحت. احنا مكناش حابين حاجة زي كده. يعني هو المفروض لو في حاجة، مش شرط ان ممكن تكون متخانقة معاها، لا ممكن تكون ملهاش كيف تعمل الفيديو. نهال مثلا اختلفت مع حسن في حاجة، حد مضايقها، هي مش فايقة ان هي يعني مودها مش جايب انها تعمل فيديو. انا افضل في الوقت ده مودي مش جاي ان انا اعمل فيديو اقعد، ما سيبش فرصة، ما فرش فرشة للقنوات النقد واللي بيتكلموا كتير ان هم يطلعوا يقولوا. بس اول حاجه هيقولوها آلاء ونهال متعاركين، مع ان آلاء مش باين عليها حاجه. يعني آلاء لذيذه وبتضحك وبتهزر، وطلعت طبعا من التحدي مش قادره وعايزه تخش الحمام، وبعد كده ساعدت محمد بقى في الشوي. وهم طبعا كانوا بيغروهم بكل الطرق ان هم عايزينهم يسيبوا التحدي، فبيشوا حواليهم وبياكلوا حواليهم. يوسف طلع لما لقاهم بدأوا ياكلوا، ونهال برضو راحت طالعه وقالت انا رجليا وجعتني، حضرت برضو الغدا. نيرة نفس الكلام، فضلت واقفة هي وحسن. بس اللي طلع يعني بص هنا آلاء عجباني قوي انها واقفة على طول مع جوزها في كتف جوزها. عجبوني قوي طبعا الحاج جابر راح جايب الهدية لنيرة عشان عيد ميلادها، عمل لها سلسلة، قال لها انا وستك عملنا لك سلسلة، وقال لها بس انا عشان هخش انام. فهي طبعا فضلت قالت له حقك عليا يا جدي، كان نفسي اشكرك يا جدي. وفجأة هي ما خدتش بالها، راحت سابت ايديها من العربية وجت شافت الهدية. فربنا يكرمهم يا رب كده ويصلح لهم حالهم دايما ويسعدهم يا رب ويقويهم على تربية ولادهم وزياد ويجازيهم خير. ونتمنى يا رب يبقى خير، ما يبقاش فيه اي حاجة، وربنا يستر. بقى قنوات النقد دلوقتي هيطلعوا هيقولوا بقى حوارات وحاجات ما يعلم بيها الا ربنا. بس الافضل لما نكونوا زعلانين نقعد في بيتنا، ما نطلعش في الكاميرات للناس عشان ما نديش فرصة لحد ان يتكلم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم ان شاء الله على خير.